السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم لا فيديو ديالي في احسن الاحوال يا رب العالمين. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا نصلوا كاملات على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا نجوزوا المقادير وطريقه التحضير مع بعض. بسم الله توكلنا على الله. شوفوا البنات هنايا كما شفتوا في الصوره رايحين نديروا فطير ولا كسره مع بعض. هاد الفطير درتو بالفرينه فقط، جا تحسبيه كاطو درناه للقهوه سقهوينا به يعني. جا بزاف بنين بزاف خفيف بنين سيرتو هذا تاع الفرينه البنات يليق للقهوه يخرج كيما الكاطو. المقادير هنايا واش استعملت 3 كيلات تاع الفرينه، 3 كيلات تاع الفرينه. قلت لكم استعملت الفرينه وحدها ما خلطتها مع السميد، كاين تاع السميد مازال كنختار نبارطاجي ان شاء الله معكم. هنا الفرينه واش ضفت عليها على راس الملعقه خميره الخبز، على راس الملعقه خميره الخبز، وعلى راس المغرفه ثاني خميره حلويات، خميره الحلويات. هاد هنايا هاني استعملت نص ملعقه تاع خميره الحلوى وعلى راس الملعقه فقط خميره الخبز. هنايا نخلط كامل هاد النواشف مع بعض، نضيف لهم ملعقه تاع السكر. هنا البنات على واش السكر هذا باش يعطيني تحميره العجينه. هنا درت الملح هنا عندكم هي ميزانكم على حساب الاخر. انا درت نورمالمون تقدروا تستعملوا ملعقه صغيره معمره، ملعقه صغيره تاع الملح. هادم هما كامل النواشف نخلطهم مع بعض قلت لكم، وملعقه تاع السكر اللي تعطي لي تحميره لهذاك الفطير ولا الكسره ديالي. هنا خلطت كامل هذوك النواشف، نضيف عليهم نصف كيلة تاع الزيت، نصف كيلة تاع الزيت يعني 3 كيلات تاع الفرينه بنصف كيلة تاع الزيت. نخلطوا كامل هذاك العجين ولا نبسوه. هنايا باش يمشي عندي ضفت عليه الماء من الحنفيه نورمال. نضيفوا على هذاك الزيت ونبدا نخلط كامل هذيك العجينه ديالي. هنا البنات العجينه ما لازمش تكون جاريه، العجينه ما لازمش تكون جاريه سينو راح تجيكم معلكه، يعني ما تجيش بنينه، ما تجيش كروستيونت، يعني ما تجيش تتقرمش وما تجيش هذيك البنه، تجي بنه تاع تعلاك وما تجيش شابه الكسره ديالكم. يعني اتونسيون هنايا تروحوا تجروها. نديروا العجينه نطموا قسما، نطموا العجينه ديالنا فقط الماء، استعملوا قسما نطموا العجينه ديالنا فقط. وهنا البنات ما نعجنوش العجينه كما راكم تشوف فيا، راني نجمع في العجينه باطراف الاصابع، يعني مانيش رايحه نعجنها. هاي ليك نطم، راني نزيد لها في الماء تدريجيا ونطم كمل كامل هكذا حتى نتحصل على عجينه متماسكه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطيه، ما تكونش العجينه ما تكونش رطيه بزاف هكذا باش ما تجينيش تتعلك. هذه الملاحظه مهمه البنات. نشمخ كيما هكذا ونطم كامل العجينه. البنات اذا راكم تستافدوا من الفيديوهات ديالي وراهم يعجبوكم ما خسرتوا والو كي تحطوا لنا جام وتنورونا بكومونتير شباب، هذا ما كان او موا حق التعب الواحد اللي راه يتعبوا في المونتاج. هنا نطم العجينه كما راكم تشوفوا ونضع الماء تدريجيا هكذا كما قلت لكم، ونطم العجينه فقط ما نعجنهاش. هنا نقسمها الى 3 كريات هكذا باش نتحصلوا على 3 خبزات تاع الفطير، 3 فطيرات يعني. هنايا الفطيره الثالثه انا حبيت نزيد لها الجلجلان السمسم.
راكم عارفين البنات الفوائد تاعو بزاف، وانا نحب ونموت عليه. يعني زدت في هذيك الخبزه الثالثه زدت فيها الجلجلان، الباقيه ما هذوك زوج ما درت لهمش باسكو ولادي ما يحبوش اي حاجه تجي فيه ما ياكلوش، خليتهم لهم هكذاك. وهذيك الثالثه زدت لها الجلجلان، زدت لها كمشه تاع الجلجلان وحاولت ندخلو فيها فقط، مانيش نعجن راني ندخل الفرق فقط في الجلجلان فيه. هنا البنات نحطهم جانبا ونمسح البلون دو طرافاي ديالي ونبدا نخبزهم ديريكتومون ونطيبوهم. نحط الطاجين ديالي فوق النار يسخن، ديروا النار شويه تكون عاليه، كي يسخن مليح نقصولو شويه هكذا باش ما يتحرقوش عندكم الخبزات ديالكم. هنا البنات كتدبيره اللي ما يعرفش يرفد الخبزه فقط يقدر يدير تحتها بابي كويسون ولا يقسمها مثلثات ويطيبها مثلثات فقط، يعني ما يديرش الخبزه كومبلي. واللي يعرف يرفدها وجاتو سهله صافي بليزير يحطها ديريكت. درت الخبزه الاولى الطيب وراني نحل في الخبزه الثانيه. البنات كما قلت لكم تحلوهم بهذا الشكل، شكل دائري. واللي ما يعرفش يحل شكل دائري يقدر يطبخهم بالغطيوه تاع الطاجين ولا تاع اللي الغطيوه اللي عندكم تقدروا تطبعوا بها، تكون برك شكل دائري وتقطعوا بالموس. هنا عندي هذه الاداه البنات اللي تثقبي بها الفطيره ديالك، اللي ما عندوش يقدر يثقبها بالفرشيطه وخلاص نورمال ماشي حاجه. هنا شوفوا راني نطيب في الخبزه ديالي بعد ما طابت قلبتها على الجهه الثانيه. شوفوا هنايا قطعتها لكم وراني نوريكم. شوفوا القوام تاعها جاي صدقوني اون دي غيغاطو اللي ياكلها ما يشبعش. انا قدمتها لولادي مع شوكولا تارتيني، وحنايا درنا لها الكونفيتور تاع الكرموس. سينو تقدروا تاكلوها هكذا ثاني تجي بزاف بنينه. هنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، تهلاو في رواحتكم، ما تنسوناش بلي جيم ولي كومونتير والبارطاج البارطاج يا البنات. تهلاو في رواحتكم، في نلتقوا ان شاء الله في فيديو اخر وافاده اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش بدعوة خير ليا والوالديه. دمتم في رعاية الله وحفظه، وبقاو على خير.